السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا موت الأخ وهو حي والبكاء عليه. أولا، ما معنى حلم موت الأخ وهو حي والبكاء عليه للعزباء؟ تظهر في أحلام الفتاة أحيانا رؤى تتعلق بموت أخيها، ويمكن تفسير هذه الرؤيا بطرق مختلفة وفقا للظروف والتفاصيل المحددة لكل حالة. فإذا رأت الفتاة أن أخاها مات في الحلم فقد يكون ذلك إشارة إلى قرب حلمها بالزواج في المستقبل القريب. وإذا شاهدت العزباء أخاها متوفيا وهي في حياتها فقد يكون ذلك دليلا على تجربة خطوبة تنتهي بالفشل. وقد يمكن أن ترى العزباء أخا متوفيا وهي تبكي عليه، وتكون هذه الرؤيا مؤشرا على المشاكل التي تواجهها في الحياة وقدرتها على التغلب عليها بفضل والدها. أما في حالة أن رأت أخا متوفيا وهي مريضة فقد يعني أن أخوها يساعدها ماليا في علاجها. فرؤية موت الأخ لها العديد من التفسيرات في منام العزباء، وكل حلم يصنف على حدة، وكل حلم يصنف بتفسير مختلف عن الآخر. فرؤية موت الأخ وهو حي للعزباء يمكن أن تكون فرصة للزواج من شخص صالح وذو مكانة اجتماعية مرموقة. وممكن أن ترى العزباء أخا متوفيا وهو حي فقد يكون دليل على تحقيق بعض الأهداف والطموحات بمساعدة الأخ الأكبر. وممكن أن رؤية موت الأخ وهو حي تحذير على وقوع أذى للفتاة من شخص غير معروف. تفسير حلم موت الأخ وهو حي والبكاء عليه للرجل: إذا شاهد الرجل أن أخوه توفى فقد يكون ذلك دليلا على الرزق والخير الوافر القادم في حياته، وتعبيرا عن استقباله للبركة والفرص الجديدة. حيث بينما إذا شاهد الرجل وفاة أخيه وهو حي قد يكون ذلك إشارة إلى أنه يحتاج إلى القوة والصبر للتغلب على أي مشكلة تواجهه. ويمكن تفسير رؤية الرجل وفاة أخيه بأنه إشارة إلى قضاء كافة الديون والتزاماته المالية بمساعدة أخيه، مما يؤدي إلى الحرية المالية والراحة النفسية. ويمكن استنتاج أن رؤية الرجل وفاة أخيه تعني عودته إلى وطنه بعد فترة طويلة إذا كان مغترب، مما يشير إلى الاستقرار والانتعاش بعد فترة صعبة. تفسير حلم موت الأخ وهو حي والبكاء عليه للمطلقة: إذا شاهدت المطلقة وفاة أخاها الأكبر وهو حي فقد يكون ذلك إشارة إلى قدرتها على تجاوز المواجهات والصعوبات التي تواجهها، والتي ستتغلب على التحديات بنجاح. ويمكن أن يكون موت أخ أكبر في منام المطلقة بدلالة على الصلاح والرزق، أي أنها قد تتلقى البركة والرحمة وتحظى بفرص جديدة ورزق إضافي. وفي حالة رؤية المطلقة أخاها وهو على قيد الحياة وقد توفى دلالة على احتمالية الزواج من أحد أصدقاء أخيها الأكبر، وقد يكون هذا الزواج سببا في تصليح العلاقة بينها وبين طليقها بالخير والسلام. تفسير رؤية موت الأخ وهو حي والبكاء عليه للحامل: إذا كانت حامل وشاهدت أن أخا حيا قد توفى إشارة إلى اقتراب موعد الولادة واقتراب وقت الميلاد. ورؤية الحامل وفاة أخيها يشير إلى أن المولود المنتظر سيكون ذكرا والله أعلم. وتعني رؤية الحامل وفاة أخيها أنه سيكون بجانبها خلال عملية الولادة رافعا روح المساندة والدعم. تفسير رؤية موت الأخ وهو حي والبكاء عليه للمتزوجة: فهو إشارة إلى قدوم رزق مالي لها في المستقبل القريب، وأيضا ربما يكون بشرى بالحمل القريب إذا كانت تنتظر مولودا. ورؤية موت الأخ الحي والبكاء عليه أيضا يدل على سعادتها واستقرارها في الحياة الزوجية، وأيضا يشير إلى الاستقرار العائلي والسعادة وحل المشاكل والخلافات التي كانت بينها وبين جوزها، وسوف تتجاوز هذه المشكلات بنجاح. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا.